واش عمرك سولتي راسك علاش الحرب والتوترات العسكرية بين القوى الكبار بحال أمريكا وإسرائيل وإيران تقدر تخرج لنا واحد الوحش ديال الطاقة قديم واللي كنا كنظنوا بلي العالم سد عليه الباب شحال هادي؟ القصة اليوم ماشي غير في المدافع والصواريخ، القصة كبيرة ومخبعة وسط براميل النفط، أنابيب الغاز وحتى مناجم الفحم اللي رجعت كتحرك الأسعار في السوق الدولية. تخيل معايا ملي كيشعل الفتيل في الشرق الأوسط، أول حاجة كتوقع هي الزلزال في بورصات الطاقة. النفط اليوم ما بقاش غير مادة اللي كتحرك المحركات، وإنما ولات سلاح جيوسياسي حقيقي خلى الأثمنة تضرب السماء وتوصل لقرابة 120 دولار للبرميل. السبب بكل بساطة هو الخوف من تعثر الإمدادات في واحد من أخطر وأهم ممرات الطاقة في العالم. لكن المفاجأة الكبيرة كانت في الذهب الأسود القديم اللي هو الفحم بطبيعة الحال، الوقت اللي العالم كامل كيهضر فيه على الانتقال الطاقي والطاقة الخضراء. هذه التوترات العسكرية رجعت الفحم للواجهة وبقوة. أسعار الفحم قفزت لأعلى مستويات لها، وعقود فحم نيوكاسل زاد كذلك ب 9.3% باش توصل ل 150 دولار للطن. هذا الشيء وقع حيث المستوردين ما بقاش عندهم خيار. ملي كتصعب القضية في الغاز والنفط كيرجع الفحم هو المنقذ السريع باش الضوء ما يطفاش على المصانع وعلى الديور. وقضية الغاز حتى هي قصة بوحدها، ملي توقف إنتاج الغاز المسال في دولة محورية بحال قطر بسبب القوى القاهرة والتوترات العسكرية، فراه النتائج كانت فورية وصادمة. الغاز في أوروبا قفز ل 30%، وفي آسيا الأسعار تزاد وارتفعت غير في سيمانة واحدة. هذا الارتباك خلى دول بعيدة على الصراع بحال تايوان تبدا تفكر جديا وتدرس زيادة تشغيل محطات الفحم باش أنها تضمن الأمن ديالها الطاقي. الخلاصة اللي خصنا نفهموها كاملين هي أن السيادة الطاقية اليوم ولات هي العمود الفقري لأي دولة. تصعيد في الشرق الأوسط كيعيد رسم خريطة أسواق الطاقة كاملة، وكيبين لنا بلي العالم مازال مرتبط بخيط رقيق بزاف مع الاستقرار الجيوسياسي. ملي كيغلى النفط وكيتعطل الغاز كيرجع الفحم مؤقتا للواجهة باش أنه يضمن استمرارية الحياة. ولكن السؤال الحقيقي، واش العالم غادي يبقى رهينة لهذه التقلبات؟ في النظر ديالكم واش الفحم غادي يكون غير حل مؤقت للأزمة، أو لأن العالم غادي يعتمد عليه لفترة أطول باش أنه يضمن الأمن الطاقي ديالو؟ خليو لي الآراء ديالكم في التعليقات، وما تنساوش القاعدة الثلاثية جيم كومونتير بارتاج باش الفيديو انتشر على أوسع نطاق. وتحياتي للجميع.